حقلك صباح الخير. أول شي في نوعين من الجمهور، في جمهور اللحظي وفي الجمهور الثابت. الجمهور الثابت هو اللي كان معي من 6 7 سنين، شافني عم بتغير، يقصر شعري وتطول دقني وانحف وسافر على لبنان وتغير لبسي وعم بتطور وصير أنجح وأشهر. في جمهور اللحظي بتضرب لك غنية ترند، بتطلع لك مقابلة ترند، بيكتب لك بلشت أحبك بلشت أكرهك، هذا بيروح بيجي متغير. فأنا تركيزي دائما على الجمهور الثابت لأنه هو الاستمرارية. والجمهور الثابت ما بتحركه هي، ما بتغيره هي. إنما الجمهور اللحظي اللي أصلا إذا ما غيرته هي حيجي شي يوم تعمل شي ويغيره، لأنه أصلا هو غير ثابت. ف الفكرة إنه دائما انك تركز على الثوابت هو اللي بيخليك ما تركز على الانتقادات، لانه هذا انت عم تكبر، عم تغير. وحقول لك شو سلبيات الجمهور اللحظي، اللي هو بيخليك تمنح حالك من التغير الطبيعي. بتصير شو عايش بقلق مزمن، لا ما بدي اعمل هيك بيكرهوني، لا ما بدي ساوي هيك ما بيحبوني، اذا حكيت هيك حيبلشوا. بتبطل حقيقي، وبس تبطل حقيقي الكل حيكرهك. اللي بيحبك عن جد وثابت واللحظي. فلا انا افضل يكون حقيقي، كون انا اللي عبالي اعمله، انا بحكي هيك، انا هي شخصيتي، هذا انا هيك بغني، هيك بكتب، هيك بلحن، هيك بنطق. والثابت بيبقى ثابت، واللحظة بيروح بيجي، بيروح هلا بيغيب له 6 شهور 7 شهور بيرجع لعندك. مش مهم، انت هذا انا، مش عم كذب على حدا، مش عم كذب على حالي.